هكلمك النهارده على موضوع مهم جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وكنت مذاكره ومحضره كويس جدا. ولكن انا في حد انا بحبه جدا، بحب اتفرج عليه، هو الاستاذ فيصل زيدان. الراجل بيقدم بصراحه محتوى محترم جدا. الراجل بيتكلم بمنتهى الادب والاخلاق والذوق، وحاجه يعني راقيه جدا. فالراجل اتكلم في موضوع قطاع الناشئين، وانا بجد والله كنت مذاكر الموضوع كويس وكنت محضر فيه وكنت طالع اقوله للناس. ولكن انا لقيت ان الراجل بيتكلم فيه، قلت كمان انا لازم اتكلم فيه في الموضوع ده علشان يبقى احنا صوتنا صوت واحد. ممكن صوتنا يوصل لمجلس الاداره، ممكن نطرح بعض التساؤلات اللي هي يعني مشروعه بالنسبه لنا احنا كجمهور. هل النهارده قطاع الناشئين في النادي الاهلي بيدار اداره صحيحه؟ هل النهارده قطاع الناشئين معروف له استراتيجيه معينه بيعملها النادي الاهلي؟ هل النهارده الاستفاده اللي بيستفيدها الفريق الاول من قطاع الناشئين استفاده قويه؟ كل دي اسئله لازم النهارده نطرحها احنا كجمهور. انا النهارده لما اجي افكر في قطاع الناشئين، طب احنا اخر مره كان عندنا مثلا خط نص ولا مهاجم ولا مدافع على مستوى عالي جدا من قطاع الناشئين، هتلاقي ان الموضوع يعني ايه، حاجه في الضئيل منه. يعني النهارده ما ينفعش النادي الاهلي يكون بيصرف كل المصاريف دي وكل الليله اللي هو بيعملها على قطاع الناشئين وانت مش قادر تستفيد على الاقل من 3 4 5 لعيبه في قطاع الناشئين. عندك محمد عبد الله، خدنا فتره كده مع احمد سيد غريب، ولكن اللعيبه بتيجي وبتختفي مره واحده. تحس ان اللعيب يبقى عنده شغف ان هو يروح الفريق الاول، ولما يروح الفريق الاول ما بيتحملش الضغوط او ما بيقدرش ان هو يثبت ذاته ويثبت ان هو لعيب كويس. احمد ياسر ريان كان موجود عندنا وطلع برضه اعاره. فهل النهارده لازم اللعيب يطلع اعاره علشان يعني زي ما يقولوا كده يتمرمط في الدوري ويرجع ياخد خبرات ويبقى موجود مع النادي الاهلي؟ طب ما انا النهارده لما اجي افكر، ما اقول عماد متعب طالع من قطاع الناشئين ولا راح هنا ولا راح هنا والراجل طلع كسر الدنيا. طب ما انا اقول احمد بلال نفس القصه، يعني اقول عمرو جمال نفس القصه لما كان موجود، تريزيجيه نفس القصه. ولكن النهارده لا، محتاجين افراز لعيبه كتير من قطاع الناشئين. النادي الاهلي في احتياج. انت النهارده بتروح تجيب اللعيبه ب 3 4 مليون دولار، اقل لعيب النهارده بيقعد يشتري ويبيع فيك الانديه، وانت المفروض عندك ذخيره كبيره جدا من قطاع الناشئين. ففين النهارده قطاع الناشئين بتاع النادي الاهلي؟ كل المصاريف دي بتروح فين؟ هل كل المصاريف دي بتصرف سودا؟ يعني مش شايفين منها اي مثلا تقدم، وجايب مدير فني اجنبي لقطاع الناشئين، والمفروض ان انت النهارده يبقى فيه اصلا متابعه. انا كل دي تساؤلات، انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل في قطاع الناشئين النادي الاهلي، وهل بيدار اداره صحيحه؟ هل الناس اللي مسؤوله عن قطاع الناشئين ناس مذاكره اللي هي بتعمله، ناس عارفه ازاي تتعامل مع اللعيبه، ناس عارفه مواعيد اللعيبه دي عامله ازاي، ثقافات اللعيبه دي عامله ازاي، تفكير اللعيبه دي عامله ازاي؟ هل النهارده في كنترول على حياتهم في البيت بعد ما يخلصوا التمارين والمدرسه وما شابه ذلك؟ هل عندهم كل الداتا عن اللعيبه دي؟ دي كلها تساؤلات. لان انا النهارده زي ما قلت لحضراتكم، قطاع الناشئين النادي الاهلي لازم يدينا لعيبه اكتر من كده. لازم النهارده لما يحصل عندي قصور في الفريق الاول، لازم النهارده يعوض القصور ده قطاع الناشئين. مش لازم ان انا اطلع النهارده اروح اجيب لعيب ب 2 3 مليون دولار علشان يبقى موجود. وهل النهارده لو حصلت للعيب اصابه في نص الموسم هتعمل ايه؟ فهو ده قطاع الناشئين اللي المفروض في وقت الازمات هو اللي ينقذك. فلا يعني لا، محتاجين ان احنا نفهم، محتاجين الفتره اللي جايه ان الكابتن سيد عبد الحفيظ ياخد باله كويس قوي من ملف قطاع الناشئين. لازم النهارده قطاع الناشئين يديني لعيبه كتير، يديني خيارات كتير اختار منها. لازم النهارده يطلع لنا عماد متعب تاني، لازم النهارده يطلع لنا تريزيجيه تاني 1 و2 و3 و4، لازم يطلع لنا احمد بلال تاني، عمرو جمال تاني، ابناء النادي الاهلي يا جماعه. يعني النهارده اللعيب اللي هو ناشئ في النادي الاهلي يعني متربي جوه جدران النادي الاهلي، يعني عارف كويس جدا قيمه النادي الاهلي. يعني المفروض ان هو بيتحمل الضغوط، مش محتاج ان هو يطلع اعاره علشان يثبت نفسه. يعني